السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنفرز مع بعض الملوخية. يلا بقى جيبيها، هي خلاص ماشية، فجيبيها تنفعك في رمضان وتنفعك في شهور الشتاء، واحلى حاجة في الاكل هي الملوخية. لعشاق الملوخية يلا مع بعض نفرز الملوخية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. هنفرزها بطريقه الشركات. انا تهيالي شركات بتعملها كده اهوت، يعني احلى طريقه واحلى مره عملت فيها الملوخيه بالطريقه دي، ومن يوميها وانا معتمداها على طول. اسهل طريقه واحلى طريقه. وفي لما تستخدمي الملوخيه وهي مفرزه كانك لسه جايباها دلوقتي ومقطفاها وعاملاها دلوقتي. احلى طريقه، جربيها ومش هتندمي، وعد مني مش هتندمي. هتجيبي الملوخيه. انا جبت دول 3 كيلو من الملوخيه، قطفتهم وغسلتهم غسله محترمه، وهم في المصفى هم قدامك كام. سبتهم يصفوا كويس، وبعدين جبت حله كبيره هنحط فيها نص معلقه كربوناتو. اللي انا حطيته ده نص معلقه كربوناتو. هنحط الكربوناتو ليه؟ هنحط الكربوناتو عشان خاطر يخلي الملوخيه محتفظه بلونها بخضرها، لونها ما يتغيرش. دول 3 كيلو والحله دي كبيره، فهي ان شاء الله هتشيلهم كلهم. هننزلهم كلهم كده مره واحده، بس بعد ما الميه تكون غليت. هننزلهم كده مره واحده ونغطسهم تغطستين. الميه تشكشك بس وتبدا تغلي تاني. هروح شايله الملوخيه من الميه بمصفى، ومش هحطها في ميه بارده. خلاص هي في مصفى سيبها. عندك بقى يعني مثلا انا الخلاط بتاعي ازاز، ممكن تعمليها بالهاند بلندر، ممكن تعمليها بالخلاط. انا لان خلاطي ازاز عملتها وهي سخنه كده. بعد ما صفيتها على طول هاخدها على الخلاط. زي ما قلت لكم انا خلاطي ازاز. خلاطك مش ازاز اصبري عليها لما تهدى شويه او لما تبرد شويه. انا خدتها على الخلاط كده بالشكل ده، وهنحط لها حبه ميه من ميه الملوخيه. على فكره الميه بتاعت الملوخيه كانت غامقه، دي مش وساخه طبعا، مش طينه يعني وكده. طبعا مغسوله مره واتنين وتلاته لما خليتها ميتها زي الفل، فلونها لما غير هي لون الملوخيه مش حاجه تانية يعني. فانا بقيت اخد منها حبه ميه وعشان الخلاط يمشي بالملوخيه. طحنته كويس في الخلاط، وهنعبيهم على قد الطبخات اللي انا عايزاها. كل واحد يعمل على قد الطبخه بتاعته. دول 3 كيلو عملوا معايا تقريبا 5 اكياس. بصي تطبقيها بالشكل ده. التطبيقه دي كده حلوه، ما تاخدش مكان في الفريزر وترصيهم فوق بعض. انا حطيتهم بالشكل ده وحطيتهم في الفريزر لغايه لما جمدوا، وبعد كده شلتهم كويس. انا حطيتهم بصينيتهم كده في الفريزر لغايه لما جمدوا، وبعد كده هو رحت رصاهم كويس. يعني حطيتهم بقى مكانهم اللي هشيلهم فيهم كويس. كمان عملت حاجه تانية هقولك عليها، يعني ممكن تكون تنفعك. اصل انا عندي خصله لما اعمل حاجه واحطها في الفريزر اسحب منها من غير ما احس يعني، واكون عامله حساب رمضان او كده اهوت، وبعد كده بلاقي اللي انا كنت عاملاه خلاص سحبته. فانا عملت ايه؟ عملت كيسه او مكان يعني حطيت فيه ملوخيه وباميه، وكتبت عليهم لرمضان عشان خاطر ما اسحبش من غير ما احس يعني. كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. شكرا على المتابعه. ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس لكل جديد. شكرا على المتابعه والسلام عليكم.